مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ احنا في حلقة جديدة من حلقات البودكاست. حلقة فرفوشة واصحابنا الفرفوشات عايزين نقول لهم بقى اكتبوا لنا اي يعني اسماء. نقول بناويت بناويت. بناتيت فرافيش، يعني نقول ايه؟ لان احنا 80% اختاروا. بالظبط 80% من الجمهور بنات، فاحنا خلاص كده دي بقت حمام البنات اللي احنا بنقعد نتكلم فيه، بس على كبير شويه. بس على كبير شويه بالظبط، الموضوع فرط مننا. بالظبط، فنعمل حاجه على قدنا كده ونسمي اسم عشان ايه يبقى في السكرت بينا. بالظبط، احنا مبسوطين ان الكل بيتابعونا، معظم اللي بيتابعونا بنات. يلا نشوف معانا الموقف الجديد. اول موقف معانا بيقول لنا ايه؟ موقف حصل لي مع طفولة مشردة. سامر. طب سامر بيقول لنا وانا سمر، وانا صغيرة. سمر اوكي، يعني مش سامر مش كمان. سامر. ماشي. سامر الحمد لله. اصل لقيت وانا صغيرة قلت لا مش سامر بقى. وانا صغيرة كنا ساكنين في بيت وراه اراضي كتير، اراضي كتير فاضية. انا واختي كل ما يجي موسم الصيف والناس تزرع رز وكده، بتكون الاراضي غرقانه ميه ومليانه ضفادع. يا ما شاء الله، ضفاديع. ضفاديع. بتعملوا ايه للضفاديع؟ ضفاديع. كنا نقف في وسط الميه ونصطاد الضفادع منها، ونجيب الضفدعه، واحده تمسكها من ايديها والتانية تمسكها من رجليها، ونفتح بطنها بالموس. يا لهوي. قال يعني بنعمل لها عملية. قال يعني بنعمل لها عملية. ده كده قال يعني ده انتوا فتحتوا بطنها بالموس خلاص. ده مفيش قال يعني ده حقيقي. في السيكولوجيا. تمام. فتحوا الاطفال اللي بتأذي الحيوانات وهم صغيرين، ايوه، بيبقى مشروع قاتل متسلسل لما بيكبر. لا لما بيكبر بيبقى حاجه مش مظبوطه. انت مش مظبوط ياض. فاتمنى ان الطفوله المشرده دي لما كبرتوا ما اثرتش عليكم ولا ايه الدنيا؟ عملوا ايه تاني في الضفادع؟ ماشي. قال يعني بنعمل لها عمليه. اوكي، بتعملوا خير يعني. ماشي. وكنا نجيب ضفدعه كبيره ونفتح لها بقها ونحط ضفدعه صغيره، وبعدين نفتح بطنها ونقول ولدت ايه. يحطوا ضفدعه كبيره، يحطوا واحده صغيره في بقها، وبعدين يفتحوا بطنها يطلعوها من بطنها. وكنا نجيب سفنجة ونجفف لها عرقها وهي بتولد، وفي الآخر نعلقها من رجليها بخيط في الشجرة جنب اخواتها. لا حول ولا قوة الا بالله. سمر، احنا بنبلغ عنك من موقعنا هذا يا سمر. محتاجين نقف 60 دقيقة حداد بالظبط على الضفاديع اللي انتوا قتلتوها كلها دي، الصغيرة والكبيرة. انتوا السبب في انقراض الضفاديع. لو الضفاديع انقرضت هم السبب. هي واختها. يعني محتاجين نطمن على سمر بتعمل ايه في حياتها دلوقتي. سمر بتعملي ايه دلوقتي؟ يعني بتعملي ايه في حياتك دلوقتي؟ حاولي بعتلنا تاني وقولي لنا يعني حياتك عامله ايه. دي مش طفوله مشرده، دي طفوله بايظه خالص، بائسه. طيب الموقف التاني، انا بقى عندي 17 سنة ومفيش ولد. جنزي يعني. جنزياتي حلوة. كميلة جنزي دول. يا كميلة. ومفيش ولد اتقدم لي. ايه ده يا اختي حلوة. ايه ده؟ يبقى عندها 17 سنة ومفيش ولد اتقدم لها. مين قالك ايه امال بال 17 لازم حد بيتقدم يعني؟ ولا صاحبت حتى، ولا حسيت بفالنتين زي باقي البنات. انا خايفة على نفسي والله. مع اني قمر ومش فاهمة ايه الموضوع دلوقتي. طيب. ولا احنا كمان احنا مش فاهمين يعني. هو مش ولا احنا مش يعني هي مش حاجة لازم تحصل لكل الناس في 17 سنة. هي ساعات بتحصل دي فلتات يعني، بس مش في 17 سنة يعني. احنا لسه اطفال في 17 سنة ده.
طيب في دعاء بترد عليها بتقول لها يا اختي تنيلي. حرفيا هو ده اللي انا ايه الكلمه اللي كنت بدور عليها، يا كان اختي نفسي تنيلي، يا اختي، يا اختي تنيلي، يا اختي جاتك كان كواكس. نفسي اقول لها كده يا اختي تنيلي على عينك، محسوبتك 25 سنة ولا مستنية فالنتين ولا مستنية وتهدي بقى واشربي اللبن وتخمدي. حرفيا اشربي اللبن وتخمدي. اشربي اللبن وتخمدي. 17 سنه مش ايه، وقتك خالص اليومين دول. طلعي رخصه الاول وسوقي عربيه وبعدين عملتي بتجوزي. بطاقة ولا ايه؟ طيب الموقف اللي بعد كده، انا متجوزة وعندي ولد. ابني كان بيصرخ في الحمام كتير، وانا كنت بدخل ازعقله بس من فترة وانا خايفة جدا ومرعوبة من البيت. وانا بفضل في البيت فترة طويلة لوحدي جبتي عفريت. عشان شغل جوزي، والحمد لله انا وجوزي بنحب بعض قوي. فهي بس كده. هو ده كده بس اللي كده. فاحمد بيرد عليها بيقول لها استنتج السؤال من القطعة السابقة. ما حرفيا هي ما سألتش حاجة، ما سألتش حاجه، ما قالتش ايه المشكلة اللي عندها او ايه الموقف اللي حصل او ايه الحاجة. تقريبا العفريت ما خلاهاش فهي تكمل نسيت كتابه. تقول ايه الموضوع. طب انت وابنك بتصرخوا في الحمام، ده غلط يعني. هو صرخ في الحمام، هي دخلت تزعله في الحمام، ما حدش يعمل كده بقى ما اصلا. بنعملش كده اصلا يعني، فعشان بس الحته دي لازم نعلق عليها. يعني ابنك بيصرخ في الحمام، حاولي ان انت تفهميه ما يصرخش في الحمام. هو مش ما تخشش تزعله هي كمان في الحمام. مش هما لما بيجوا يحموا البيبي مش هي بيجيبوا اللي هو البتاع العلبة اللي هي شبه البانيو الصغير اللي بيبقى بتاع الاطفال. وبيعملوها ميه دافيه وبتظبط وبعدين بتبقى بره الحمام عشان هي ما تزحلقش والعيل ما يتزحلقش. يعني هما بيبقوا اللي انا بشوفه ان هما ما بيحموش الولد في الحمام اصلا. لا هو في الاطفال في الحديث الولاده في فترة ما بيدخلش بيه أصلا في الحمام. يعني يبقى بتجيب الحاجات كلها جنبه عند السرير بالظبط. لو في ترابيزة بقى نحط عليها اللي بتغير له عليها أو كده، تدفي الأوضة، ولو في دفاية أو كده وبتحط مية دافية في البانيو بتاعه، وبتبقى شوية مية قد كده اهو، شوية مية صغيرين، وبتغسله وبتمسح وتطلعه وتغسله وخلاص جسمه والنشف والهدوم جنبها. فبنبدأ نلبس تاني على طول عشان ما ناخدش وقت طويل ونبرد. بالظبط، لأن هو مش محتاج. هو واضح ان هو اكبر من كده، بيخش بقى يعني بيمشي او بيتحرك. ممكن يبقى بيكون بيمشي في فترة اللي هو سنة ونص بيخش هو لوحده الحمام. او يعني اللي هو يعني بيمشي بيقدر يعني بتقدر تسيبه هو في الحمام اذا كان يعني يستحمى او يستخدم الحمام او كده. اصل بيصرخ ده لو هو رضيع ما بنخشش بيه الحمام اصلا. لا يعني ده مثلا لا يعني طفل اكبر من كده شويه واللي هو مثلا بيزرزر على كل الحمام او بينده عليهم تعالوا او يعني whatever، مش عارفين الزعيق منطلق من ايه. بس حاولي تفهمين ان هو بلاش يزعق في الحمام عشان غلط، دي حاجه. وانتي ما تخشيش تزعقي له في الحمام بقى. يعني بناخده ونخرج يعني بعدين نفهم بالراحه. لما خرجنا بقى بره وخلصنا ففهمين ان احنا لما نخش الحمام تاني ما نزعقش بقى في الحمام عشان نزعق في الحمام غلط. واصرفوا العفريت الاول وبعدين نصرفوا. وبعدين بيبعت لنا تاني يقول لنا ايه الموقف، لان احنا ما فهمناش الموقف يعني. اوكي طيب الموقف اللي بعد كده، انا ابويا بيكره يشوفني زعلانه، وبيكره يشوفني محبطه، وبيكره يشوفني محتاجه حاجه. طيب دي سلمى. محمد بيرد عليها بيقول لها انا ابويا بيكره يشوفني اصلا عموما. يعني اختلاف ابهات. قررت بيكره يشوفني زعلانه، وبيكره يشوفني محبطه، وبيكره يشوفني محتاجه حاجه. فهو لا، انا ابويا بيكره يشوفني اصلا عموما. اصلا. في راجل جه يصلح لنا السخان، ماما بتقول له اتاكد انه مش بيسرب غاز، لان انا ببقى في الشغل وسايبه اطفال صغيرين نايمين في البيت. ماشي. هي بقى بتقول الاطفال الصغيرين دول 25 سنه و23 سنه و20 سنه.
هي معلش، هي الام بتبقى شايفاكم كلكم اطفال، يعني ما بتبقاش شايفه ان هو 20 سنه و23 سنه وانه دول كبار يعني. انت بتدافع عنها. ايوه طبعا انا الله. ما بنشوفش احنا ال 20 سنه دول خالص ماشي، يعني، ما هم اكيد ال ما 25 بيعدوش سنه ده، علينا. اللي عنده 25 سنه ده مش اطفال فعلا يعني، بس هو مش دخل استحمى قبل كده ولا قاعد معفن مش عارف يطفي اوكي السخان. بيطفي، بس بتقول بتاكد عليه ان هو ما بيسربش غاز، لانه لا، قصه التسريب غير قصه ان هو يطفي السخان. مش هو بيبقى فيه اللي هو السخان الغاز اه غير سخان الكهرباء. اه اوكي، امم يعني بيطلع الغاز من الحته اللي بيطلع منها بس، مش المفروض اكتر. ان هو ما يسربش عموما، مش عشان عموما في اطفال او مفيش اطفال. بالظبط. لو في اي بني ادمين عموما، لو في اطفال او كبار او صغار، مش بالظبط يعني. فهي المفروض انها تأمن على الموضوع عموما. لربما هم كمان كلنا نايمين في البيت بالليل ويكون في تسريب عادي يعني. يعني منار ردت عليها على الموضوع، فبتقول لها انا عندي 30 سنة واخويا الصغير عنده 25 سنة، وكل ما نروح مشوار مع الحاجة تقول لنا انا مش عايزة شقاوة. تقف تقول لنا انا مش عايزة شقاوة ولا مشاكل واحنا ماشيين، ولو ما قلناش حاضر يا ماما بتضطر تعيد الكلام تاني. عشان تعرفوا بس ان انتوا يعني ماماتكوا دول شفت في مامات بتعمل ايه؟ انت ده لسه عندها 30 سنة وتقفوا في الشارع. لو انا مش عايزه مشاكل، مش عايزه شقاوه. ده اول ما هي ساقت ولا بعد ما بتسوق ولا قبل ما بتسوق ولا بعد ما ايه؟ روحت يعني ولا بعد ما الشقاوة دي خرجت فين؟ الشقاوة دي مصدرها بتحصل منين؟ فين الشقاوه دي؟ قلت لهم انا مش عايزه شقاوه ومش عايزه مشاكل. فلو ما ردوش عليها وقالوا لها حاضر بتضطر تعيد تاني الكلام. يعني احنا كده خلاص واضحة الست ما قصرتش. لا لازم تتأكد ان هي يعني وصلت المعلومة، يردوا يقولوا لها حاضر، مش كده ولا ايه؟ ماما لسه حاسة ان احنا عندنا اطفال. وبعدين يقول لك عايزين عيال معتمدة على نفسها. معتمدة على نفسها ازاي يعني؟ دول لسه ما هم دول المفروض يعتمدوا على نفسهم، بتوصلهم مشاكل. اللي مش عايزة شقاوة ده مش عايزة شقاوة ومشاكل يا اختي جميلة. نزلت من شوية اصلي الظهر وانا على الباب كده قلت اخد الكمامة معايا علشان محدش يتضايق وانا داخل الجامع. ده موقف ايام الكمامة والكمام ده. اوكي تمام. فخدت الكمامة واول مرة اشوف واول مرة اشوف جارنا رايح يصلي ورايا، جه يصلي ورايا لابس هو كمان الكمامة. وصلنا لحد المسجد واحنا داخلين لقيته قلعها، ولاحظت الامام متضايق لانه وقف وراه. وانا خارج بقول له قلعت الكمامة ليه يا اسطى؟ انت عبيط؟ رد قال لي انت عبيط، هو الفيروس هيدخل معانا الجامع؟ هو الفيروس مسلم ولا ملحد ولا الفيروس مش هيقدر يخش معانا الجامع. لا 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 لا، هو مش شيطان حضرتك عشان ما يخشش الجامع، لا هو فيروس. انت فاهم الفيروس غلط. هو فيروس عادي هيخش الجامع، ما عندوش مشكلة. وبعدين احنا بنلبس الكمامة في التجمع جوه المكان المقفول وبنقلع الكمامة في المكان المفتوح. يعني هو لبسها وهو نازل في الطريق وراح بيها الجامع، بس لما دخل قلعها وسط الزحمة بقى والناس. العكس، قال له انت عبيط يا اسطى، هو الفيروس هيخش معانا الجامع؟ تصدق انت اللي عبيط. الثقة دي انت جبتها منين؟ الثقة في الفيروس، ان الفيروس مسلم. ثقتك في الفيروس دي انت جايبها منين؟ في فيروس مسلم. ماشي. ودي كان اخر موقف معانا في المواقف المحرجة والمواقف الغريبة. اي حد عنده موقف يبعته لنا علشان نقوله مع بعض.
وما تنسوناش بقى في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر كومنت. الجرس. كومنت ظريف. كومنت حلو. اعملوا لنا مهرجان في الكومنتات، قولوا لنا بتتفرجوا علينا منين. أيوة، مثلا بالظبط. من حمام السباحة ولا من البحر ولا يعني انا عايزه اعرف اللوكيشن ايوه عشان تبعتوا تجيبوني بالظبط بالظبط، اين موقعك. بالظبط كده. يا رب تكون الحلقات بتعجبكم. نشوفكم في حلقة جديدة. باي باي باي.